يتمثل في مصير فلاتيوس وفاطمة بعد وقوعهما تحت قبضة أندرياس. هنا لا نتعامل مع مأزق عابر، بل مع نقطة اختبار حقيقية لبنية الصراع. أندرياس لم يعد خصما تقليديا، بل تحول إلى لاعب استراتيجي يفهم أهمية الضغط النفسي قبل العسكري. تطور شخصيته جاء تدريجيا، وهو ما يحسب للكتاب، إذ لم يقدم كشرير نمطي، بل كشخصية تمتلك دوافع وأجندة واضحة. في المقابل، فلاتيوس يقف أمام تحد مزدوج: إثبات قوته الميدانية وحماية البعد العاطفي المرتبط بفاطمة. هذا التداخل بين العاطفة والسياسة يرفع منسوب التوتر، لكنه يحتاج إلى معالجة دقيقة حتى لا يتحول إلى مبالغة درامية تفقد الحدث واقعيته. من زاوية النقدية، كان يمكن للحلقة أن تمنح العلاقة الغامضة بين أندرياس ودثني مساحة أوضح في البناء السابق، لأن تقديمها المتأخر جعل بعض المشاهدين يشعرون بأنها ورقة مفاجئة أكثر من كونها خيطا ممتدا. ومع ذلك، فإن إعادة إحياء هذا الخط الآن قد تكون خطوة مقصودة لخلق طبقة إضافية من التعقيد، خصوصا إذا تم ربطها بتحولات أوسع في ميزان القوى. وعند مقارنة الاهتمام الجماهيري بين مسلسل محمد فاتح السلطان والحكاية التي تتمحور حول أورهان، نجد أن الفارق لا يتعلق فقط بالشخصية التاريخية، بل بطبيعة المرحلة الزمنية نفسها. شخصية الفاتح تحمل وهجا تاريخيا واسعا، بينما مرحلة أورهان تتطلب بناء أبطأ وتأسيسا سياسيا وعسكريا تدريجيا. هنا يظهر التحدي الحقيقي: كيف تحافظ على إيقاع مشوق في مرحلة تأسيسية بطبيعتها؟ هذه نقطة تستحق التقييم، لأن نجاح العمل لا يقاس فقط بالأحداث الصاخبة، بل بقدرته على خلق ترقب مستدام. أما الحديث عن احتمال عودة تورغوت غازي، فهو ليس مجرد حنين لجمهور ارتبط بالشخصية، بل نقاش يرتبط بتوازن العمل. في التجارب السابقة ضمن عالم المؤسس عثمان، أثبتت الشخصيات التاريخية الثقيلة قدرتها على رفع منسوب التفاعل عند توظيفها بشكل صحيح. عودة تورغوت إن حدثت، يجب ألا تكون إنقاذا سطحيا لنسب المشاهدة، بل إضافة حقيقية تدعم مسار أورهان وتمنحه عمقا استراتيجيا. العلاقة بين القائد المخضرم والبطل الشاب يمكن أن تشكل محورا تعليميا داخل السرد، يبرز مفهوم انتقال الخبرة بين الأجيال ويعزز مصداقية التحولات السياسية والعسكرية. لكن من منظور نقدي، هناك مخاطرة واضحة: إدخال شخصية قوية قد يطغى على تطور الشخصيات الثانوية التي لم تحصل بعد على فرصتها الكاملة. التوازن هنا أساسي. أي قرار بإعادة شخصية تاريخية يجب أن يخدم البناء العام، لا أن يتحول إلى رهان سريع على العاطفة الجماهيرية. قضية المئذنة الكبرى التي تم التمهيد لها بأمر السلطان تمثل رمزا أكثر من كونها مشروعا عمرانيا. في الدراما التاريخية، العمارة كثيرا ما تستخدم كأداة ترميز للهيبة والرسوخ. إذا تم استثمار هذا الخط بشكل جيد، فقد يعكس انتقال العمل من مرحلة الصراعات الفردية إلى مشروع دولة يتشكل تدريجيا. هذا التحول في الرمزية مهم، لأنه ينقل القصة من منطق البقاء إلى منطق البناء. عند تخيل مواجهة مباشرة بين تورغوت وفلاتيوس، نحن أمام احتمال تصاعد كبير في الإيقاع الدرامي. صدام من هذا النوع سيحمل قيمة بصرية وحركية، لكنه يحتاج إلى تمهيد منطقي حتى لا يبدو مفتعلا. أقوى المواجهات في الدراما ليست تلك التي تعتمد على السيوف فقط، بل التي تبنى على صراع أفكار ورؤى. في المحصلة، الحلقة وضعت عدة أوراق على الطاولة دون أن تكشف كامل خطتها، وهذا أسلوب ذكي إذا أحسن استثماره في الحلقات المقبلة. التحدي الآن أمام الكتاب هو الحفاظ على التوازن بين التشويق الفوري والبناء البعيد المدى. نجاح العمل لن يتحقق بصدمة واحدة، بل بتراكم مدروس يصنع تحولا حقيقيا في مسار أورهان، ويمنح كل شخصية مساحتها المستحقة.